والاحتجاجات علنا، فهذا خلاف هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. أسست في الأصل على الماسونية، التهتك والعري في الاختلاط المجري، إنما يناصر الشعب جيشه في حربه وكفاحه بأن يكون ظهيره وحصنه. دأب العسكر منذ انقلابهم على الملك فاروق في 23 من يوليو عام 1952 على أن يكون لهم نصيب من العمم الأزهرية التي تضفي عليهم شرعنة وقداسة أمام البسطاء والجهال. محمد سعيد رسلان مصري ولد بمحافظة المنوفية وتخرج من كلية الطب جامعة الأزهر وليترك الطب ويتخصص في العلوم الشرعية. في المنوفية حيث مسقط رأس رسلان بدأ في إعطاء الخطب والدروس التي ركز فيها على وجوب طاعة ولي الأمر وعدم جواز الخروج عليه. الواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات علنا، فهذا خلاف هدي السلف الصالح رضوان الله عليه. وكانت فضيحة الرجل مدوية بتسريب وثائق من أمن الدولة والتي نصحت بدعم تيار رسلان وأن انتشار أمثاله مفيد لدولة مبارك. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. تمضي الثورة في طريقها ويتم انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للبلاد لتبدأ الأجهزة الأمنية لدولة مبارك العميقة حملات التشويه الممنهجة والأزمات المفتعلة ويكون رسلان من جنودها المخلصين. ما كنت أظن يوما أن مشروع التقسيم وأن مشروع الشرق الأوسط الجديد يمكن أن يشارك فيه الإخوان المسلمون ولا غيرهم ممن ينتمي إلى الإسلام وهو من أهل القبلة. ما كان ذلك يدور لي ببال ولا على خيال، ولكنه كان ووقع وصار. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يستغل السيسي خروج الجماهير ليقوم بانقلاب عسكري مكتمل الأركان وليبدأ العسكر في استخدام رجالهم في التبرير للانقلاب، فتخرج الفتاوى المفصلة من فوق منبر رسلان، ولكن هذه المرة على مقاس العسكر وقائد الانقلاب، وهو الذي ملأ الدنيا ضجيجا بعدم جواز الخروج على الحاكم أيام مبارك. الإجماع منعقد على وجوب السمع والطاعة للإمام المتغلب، وعليه فبحث بعض الناس في أن ما وقع هل كان خروجا أو لا، مع بذل المجهود المريب في إثبات أنه كان خروجا، مع ما هو واقع من الفتن يجعل قول ذلك ويجعل فعله خروجا حقيقيا على الإمام المتغلب. ينتفض الرافضون للانقلاب العسكري في ميادين مصر وتنطلق ماكينة التشويه ضدهم ليكون رسلان في مقدمة صفوف من باع ضميره وبني وطنه وكال ضدهم الاتهامات الباطلة. تركنا النساء يخرجن يحتججن ووقفوا يرقبون جمعهن في تظاهرهن في صياحهن في المعاصي المكشوفة والوجوه التي سالت عليها دماء الحياء مسفوحة في التهتك والعري في الاختلاط المجري. لم يتوقف رسلان عن اتهام الرافضين للانقلاب العسكري، ولكنه جعلهم خوارج وأحل قتلهم، بل واعترض على من يتحدث عن حرمة الدماء، ممهدا الطريق أمام السفاح لارتكاب أكبر مجزرة شهدتها مصر في عصرها الحديث في رابعة والنهضة.
عليك بالنظر في حرمة الدماء إياك أن تقربها، هذا حسن، ولكن ما حكم الخارجي الذي يعدو عليه ليقتله ويخرب وطنه وليسلمه مشيعا للفوضى؟ سالت دماء المصريين في أرض المحروسة، فخرج المصريون رافضين للمجزرة رافعين شعارا بأيديهم يرمز لرابعة العدوية، فصعد رسلان منبره عاويا ضدهم تنفيذا لأجندة أسياده من القيادات الأمنية. لأنها من إشارات الماسونية، أرادوا أم لم يريدوا، ولا يمكن أن نجزم بأنهم اتخذوا شارة ماسونية، مع أن جماعتهم أسست في الأصل على الماسونية. يا جدع الله العظيم الانتحاء ازاي؟ أصبح منبر رسلان مخصصا للسب والقذف في خصوم العسكر السياسيين أو في الترويج لأفكارهم ومشاريعهم في مصر، فأخذ يحث الناس على الخروج للاستفتاء على ما عرف بدستور العسكر. إنما يناصر الشعب جيشه في حربه وكفاحه بأن يكون ظهيره وحصنه، كما أن جيشه درعه وسيفه، وأن يكون بحيث إذا ما دعاه لباه وإذا ما طلبه وجده. كفاية، أنا جمعتي قريبة وقلبي رهيب. محمد سعيد رسلان، داعية الأجهزة الأمنية وعالم الانقلاب الأمين.